السلام عليكم أصدقائي وحلقة جديدة. فرنسا هتقابل الأرجنتين في نهائي المونديال. تفتكروا مين هياخد البطولة؟ الاوتوغراف عزيزو ياسين الدين زيدان. ياسين الدين زيدان كبير وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازة حتى مش ممكن يعطي هذا. خليني نلعب، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان. يا سلام برافو والله اعلق وصبتك، والله اعلق وصبتك. فرنسا من اقوى المنتخبات في كرة القدم في اوروبا، وكتير مننا ما يعرفش عنها حاجة، وعشان كده قررنا نعمل حلقة استثنائية عنها. انشأ فريق كرة القدم في فرنسا سنة 1904 في نفس السنة اللي تأسس فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ولعبت فرنسا أول مباراة ودية ليها يوم 1/5/1904 ضد بلجيكا في بروكسل، وانتهت المباراة بالتعادل ب3 أهداف لكل منهم. وفضلت فرنسا تكافح من اجل اثبات هويتها في المجتمع الدولي لسنوات، وده كان بسبب الخلاف اللي كان بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واتحاد الجمعيات الفرنسية. وبعد 4 سنين حكمت اللجنة الفرنسية المشتركة بين الوكالات بان فيفا هيكون هو المسؤول عن فرنسا في الالعاب الدولية. وفي سنة 1912 ما قدرتش اللجنة الفرنسية المشتركة بين الوكالات واتحاد الجمعيات الفرنسية يقدم فريق كرة قدم يمثل فرنسا في دورة الالعاب الاولمبية في ستوكهولم، وانسحبت فرنسا من الاولمبياد. وبعد سنتين وتحديدا 1914 قامت الحرب العالمية الأولى وأعاقت منتخب فرنسا، وتسببت في وفاة 17 لاعب من لاعبي فرنسا الدوليين. وفي 1919 تحولت اللجنة الفرنسية المشتركة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وبعد سنين من الخلاف مع اتحاد الجمعيات الفرنسية، وفي عام 1921 اندمج أخيرا اتحاد الجامعات الفرنسية مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وفي عام 1930 ظهرت فرنسا في كأس العالم الافتتاحي في الأوروغواي لأول مرة، ولعبت فرنسا في المباراة الافتتاحية ضد المكسيك، وسجل لوسيان لوران الهدف الأول لفرنسا في كأس العالم وأول هدف في تاريخ كأس العالم. فرنسا صاحبة أول هدف في تاريخ المونديال. ولعبت بعدها فرنسا في دور المجموعات ضد الأرجنتين، وفازت الأرجنتين بهدف نظيف، وأصبحت فرنسا الفريق الأول الذي لم يسجل أهداف في مباراة في كأس العالم. وفي سنة 1934 لعبت فرنسا في مونديال إيطاليا، وخسرت أمام النمسا 3-2 في الوقت الإضافي. وفازت إيطاليا البلد المنظم للمونديال لأول مرة في تاريخها. ولما رجع منتخب فرنسا لباريس استقبلوا 4000 مشجع استقبال الأبطال، وبالرغم من خروجه من الدور الأول لنهائيات كأس العالم. واستضافت فرنسا بعدها كأس العالم سنة 1938، ووصلت وقتها لربع النهائي، لكن خسرت وقتها أمام إيطاليا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وفازت إيطاليا للمرة الثانية في تاريخها على التوالي. ولعبت فرنسا في الفترة اللي سبقت الحرب العالمية الثانية 13 مباراة دولية، وفازت منهم في 8. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت بطولة كأس العالم مرة ثانية للأجواء، لكن فرنسا ما قدرتش تأهل المونديال لأول مرة في تاريخها. وعند بداية انطلاق البطولة انسحب عدد من المنتخبات منها، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرنسا والبرتغال للمشاركة في البطولة، ووافقت فرنسا وقتها ووضعتها القرعة في المجموعة الرابعة من كأس العالم. ومع بداية البطولة لم تستطع فرنسا الانضمام لعدم وجود المبلغ المطلوب للانضمام. وفي مونديال 1958 قدرت فرنسا انها توصل لنص النهائي، لكن خسرت امام البرازيل 5-2. ولعبت فرنسا في مباريات تحديد المركز الثالث والرابع، وفازت فيها على الألمان الغربية بنتيجة 6-2. وقدرت فرنسا تحقق أول برونزية لها في تاريخ كأس العالم. وفي سنة 1960 استضافت فرنسا لأول مرة كأس الأمم الأوروبية، ووصلت لدور نصف النهائي للمرة الثانية في البطولات الدولية على التوالي. وخسرت فرنسا في نصف النهائي أمام يوغوسلافيا بنتيجة 5-4. ولعبت فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وخسرت أمام تشيكوسلوفاكيا. وبعدها شهدت الكرة الفرنسية انخفاضا ملحوظا، وفشلت فرنسا في التأهل لكأس العالم 1962، وفشلت أيضا في التأهل لأمم أوروبا 1964. ونجحت فرنسا تتأهل للمونديال 1966، لكن فشلت وخرجت من الدور الأول دور المجموعات. وفشلت أيضا في التأهل لأمم أوروبا سنة 68 للمرة الثانية على التوالي. وفشلت فرنسا مرة ثانية للتأهل لكأس العالم سنة 70 وسنة 74. وفشلت برضه في التأهل لأمم أوروبا سنة 72 وسنة 76. وبعد طول غياب رجعت فرنسا وتأهلت مرة ثانية لكأس العالم سنة 1978، لكن القرعة وقعتها مع الأرجنتين وإيطاليا في دور المجموعات، وخرجت من الدور الأول للبطولة وما عملتش أي حاجة فيها. ورجعت فرنسا للأضواء مرة تانية وشاركت في كأس العالم 1982، ووصلت لنص النهائي. ولعبت فرنسا وقتها ضد ألمانيا،
لكن قدرت ألمانيا تحقق الفوز وانهزمت فرنسا ضربات الجزاء. ولعبت فرنسا بعدها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وخسرت أمام بولندا بنتيجة 3-2. بعدها لعبت فرنسا أوروبا سنة 1984 وفازت باللقب القاري لأول مرة في تاريخها بعد غياب 5 مرات عن البطولة. وغاب المنتخب الفرنسي عن كأس العالم مرة أخرى ولم يشارك في مونديال 1990 ومونديال 1994. ولكن قدر المنتخب الذهبي لفرنسا في وجود زين الدين زيدان في مونديال 1998 يحقق أول كأس عالم في تاريخه بعد غياب عن المشاركة في المونديال مرتين على التوالي. وكان قائد فرنسا في الوقت ده المدرب الحالي لمنتخب فرنسا ديدي تشامب. الاوتوغراف عزيزو ياسين الدين زيدان، لكن ياسين الدين زيدان ليس كبير على انه يصل وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازة، مش ممكن مش يعطيها. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان. يا سلام برافو والله اعلق وصبتك، والله اعلق وصبتك. بعدها قدرت فرنسا تحقق لقب أوروبا للمرة الثانية في تاريخها سنة 2000 بقيادة ديدي تشامب. واتأهلت فرنسا لمونديال 2006 في ألمانيا ووصلت للنهائي أمام إيطاليا وانهزمت في ضربات الجزاء في المباراة الشهيرة اللي أخذ فيها زيدان كارت أحمر وأنهى مشواره الكروي. ومع قدوم ديدي تشامب لتدريب المنتخب الفرنسي قدرت فرنسا توصل لنهائي أوروبا وخسرت أمام البرتغال بهدف كريستيانو رونالدو. وقدر ديدي تشامب يحقق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018. ارفع اكتب اصبغ اطبع لون اضرب، فرنسا شامبيون دي موند، فرنسا بطلة للعالم، فرنسا كامبيون ديل موندو، فرنسا وورلد شامبيونشيب 2018 بكل اللغات قلناها، بكل اللغات درناها. والدورة ستكون القادمة عربية في قطر. مرحبا بكم في مونديال الشرق الأوسط، مرحبا بكم في لغة الضاد وحضارة الضاد وأمة الضاد وتاريخ الضاد وكرامة الضاد. انتهى مونديال الفرنكفوني بلقب فرنسي للتاريخ، انتهى المونديال الروسي على طريقة الذهب بسنين. ديدي تشامب على موعد مع كتابة التاريخ ليصبح أول رجل يحقق كأس العالم 3 مرات لو فازت فرنسا على الأرجنتين. كل إنجازات فرنسا في كرة القدم تعود إلى هذا الرجل. ليبقى السؤال، هل يستطيع تشامب قيادة فرنسا للفوز باللقب الأغلى في التاريخ للمرة الثالثة؟ أم أن لميسي ورفاقه رأي آخر؟ عرفنا كل حاجة عن فرنسا. تفتكر يا صديقي إيه هي أكبر نتيجة فازت بها فرنسا على منتخب؟ وإيه هي أكبر نتيجة خسرت بها فرنسا في التاريخ؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.